مهرجان تيميتار كما كيعرف الجميع هو مهرجان ولو عنده مرجعية جهوية متعلقة بالثقافة الأمازيغية وبمشاركة عدد مهم من الفنانين الأمازيغ، هو عنده بُعد دولي. مهرجان يعني كيشارك فيه يعني فنانين وفنانات عفوًا، كيشارك فيه فنانات وفنانين من جميع مناطق العالم. هناك حضور مغاربي، حضور أفريقي، حضور شرق أوسطي، حضور دولي لهذا المهرجان. الحضور النسوي تيكون كل سنة حاضر بقوة، سواء بالأسماء المحلية كيف هذه السنة مثلا مشاركة الرئيسة رقية المسيرية، مشاركة الفنانة نبيلة معان، مشاركة يعني أحد أحسن الأسماء الصحراوية أو الحسانية اللي هي ملومة المداح التي ستشارك معنا من موريتانيا، دون أن ننسى الفنانات المغربيات يعني اللي عايشين خارج الوطن، مثل الفنانة لابرونز اللي غتجينا من كندا. هناك يعني أسماء يعني فنانات عالميات غيكونوا معنا في هذه الدورة، كيف جميع الدورات. هذا المهرجان كما قلت ولو عنده هذه المرجعية الجهوية اللي هي واضحة في بمشاركة يعني فنانين، بمشاركة فنانات وفنانين يعني أمازيغيين، ولكن هناك أسماء وطنية كبيرة ودولية كتشارك كل سنة في هذا المهرجان الجديد. هناك أسماء، هناك اكتشافات جديدة ستشارك في المهرجان، وربما لأول دورة. مثلا يعني سواء في الريبرتوار نتاع الالكترو، لانه هذا مهرجان ايضا عصري يعطي فضاء كبير للموسيقى البديله. هناك مشاركة مجموعة جماوة أفريقيا، مجموعة الإفريقية المعروفة صوتي سول. في فن الريغي سيشارك تيكنجا فاكولي. هناك أيضا مشاركة يعني المشاركة يعني المشاركة يعني مشاركة فنانات وفنانين في الموسيقى البديلة مثل نبيلة معان، هو وسبيريت أشنيم. هناك أيضا مجموعة فناير. كما قلت هناك يعني اسم موازن اللي هو تامر حسني من الشرق الأوسط. هناك أيضا حضور مجموعة فوكال تراش من أمريكا. هناك أيضا حضور كما قلت للموسيقى يعني يعني الفنانين يعني قاطنين في الخارج، مثل الفنانة لابرونز اللي غتجي من كندا. هناك أسماء وازنة محلية هي غادي تشارك في هذا المهرجان هذه السنة، كيف مجموعة أوداد، واحد العدد كبير من الفنانين ريبرتوار يعني الأحواش، يعني لأنه التراث توا حاضر في المهرجان بقوة، دون أن ننسى لي دي جي اللي حاضرين معنا. بطبيعة الحال الريبرتوار الشعبي سيكون بمشاركة الدودي، دون أن ننسى المجموعة التاريخية ناس الغيوان التي ستحضر أيضا معنا هذه السنة. مهرجان تيميتار هو منذ مدة داخل في أجندة المهرجانات الكبرى في عبر العالم. أعتقد يعني في الشبكة يعني شرف كبير للمغرب أن يكون فيه واحد العدد هائل قوي المهرجانات سواء في قرى أو مدن. والمهرجان تيميتار يعد من أحد المهرجانات التي ينتظرها المتتبعون بشغف، سواء كانوا يعني متفرجون أو إعلاميون أو فنانون. وهذا يعني شرف لمدينة أكادير أن يكون لها مهرجان من هذا الطراز. جمهور مهرجان تيميتار يأتي إلى تيميتار بحكم يعني الاسبريم تاع المهرجان، كيجي عارف بأنه هناك أسماء وازنة ينتظرها، ولكن أيضا شغوف لاكتشاف أو لمعرفة الاكتشافات الجديدة التي سيسمعها ويلتقي بها لأول مرة، خصوصا أن هناك واحد المزج ما بين الأمازيغية وموسيقى العالم. هناك مزج بين ما هو محلي جهوي وبين ما هو وطني وأيضا عالمي، وهذا شيء يعني مهم أن ننطلق من هذه المرجعية المحلية إلى العالمية. وهذا يعني أحسن ربما شهادة على انفتاح هذه المنطقة على العالمية وعلى التسامح وعلى الثقافات الأخرى.